المسافة الآمنة دايما هي أهم قواعد السلامة أثناء القيادة، إن أنت دايما تسيب مسافة آمنة بينك وبين اللي حواليك. طبعا ده كله عشان تتجنب الحوادث بقدر الإمكان أو تقليل الخسائر على قد ما تقدر في حالة لا قدر الله حصل أي حادثة. حقيقي المسافة الآمنة دي المفروض نطبقها في حياتنا كلها، مش قواعد المرور بس، نطبقها في حياتنا كلها مش بس في قيادة السيارات، لأن انعدام المسافة الآمنة في حياتك ممكن برضك تعرضك لحوادث كتير جدا من أقرب الناس ليك. أي علاقة بين طرفين بتحكمها المشاعر، سواء كانت صداقة أو جيرة أو شغل أو زمالة في العمل أو حب أو ارتباط أو قوة مشاعر، وحلاوة القرب من الطرف الآخر بتبقى مغرية جدا، ممتعة لأقصى الحدود. فيبدأ أحد الطرفين يقلل المسافات، طبعا أكيد طبعا في الزيادة من القرب والمتعة، وأكيد بحثا عن مزيد من الاهتمام والمشاعر، فتكون الأصحاب متلازمة والأحباب متلاصقة والجيران طالعين نازلين والزمايل في الشغل يبقوا إخوات، مشاركينك في كل التفاصيل ومشاركينك في كل التفاصيل، تفاصيل حياتك أكيد وحياتك أكيد، وتبتدي المتعة تزيد وحلاوة العلاقة تظهر في أجمل صورة ليها، لغاية ما تتشال المسافة الآمنة اللي أنت كنت حاططها أو مخلي بالك منها. يبتدي بقى هنا يحصل حاجة من الاثنين، يا إما القرب الزايد يظهر العيوب ويعمل مشاكل بسبب الاحتكاك اليومي، والمواقف في الآخر بتبين مين القاسي ومين الحنين. زي ما احنا قلنا دايما النهايات هي اللي بتبين الشخصية الحقيقية، هل النهايات أخلاق ولا ما بتطلعش أخلاق، وهيحصل نفور وتباعد، وهيبتدوا الطرفين يعانوا من أعراض الانسحاب من قسوتها في الحياة، والحياة ترجع تفضى من حواليه بعد الانشغال واللمة والاهتمام، أو يحصل انجذاب وتعلق وحب، فيبتدي برضك يدور على مزيد من الراحة والحب، ويحس طول الوقت إن المسافة دي لازم تختلف، تبقى أقرب فأقرب، فيبدأوا يقربوا أكتر من اللازم لغاية أقرب فرملة بسيطة. يحصل هنا بقى الصدام وأنت وحظك، وقتها فعلا على حسب قوة العلاقة وصفاء النية والأصول والأخلاق وسرعة الانجذاب اللي حصلت فيها ومدى أهميتها في حياتك، بتكون الخسائر في تصادم يعورك وفي تصادم يكسرك وفي تصادم للأسف يقتلك. فالأسلم والأحسن إن إحنا من البداية نعافر مع نفسنا من الأول ونحافظ دايما على المسافة الآمنة، وده شيء أكيد مش سهل، بس ده أفضل كتير من دمدمة الأشياء بعد التصادم. واوعى تفتكر نفسك ناصح وسايق وأنت مصحصح ومالك زمام أمورك، وهتعرف تلم نفسك وقت الحدث في الوقت المناسب. افتكر دايما إن الأبعاد في المراية مش حقيقية. دمتم باستمرار أصحاب مستورين. السلام عليكم.